لو انت بتدور على افضل موبايلات من سعر 5000 جنيه لسعر 7000 جنيه يبقى انت هنا في الفيديو الصح. الفئة دي الصراحة في ناس كتير بتدور فيها على موبايلات كتير وبتبقى محتارة تشتري ايه. يعني الموبايلات كتير جدا في الفئة دي، بيبقوا محتارين يشتروا ايه وايه افضل موبايل. النهاردة انا هوضح لك افضل 4 موبايلات في فئة من 5000 جنيه ل 7000 جنيه من غير بقى لف ودوران ولا حد يضحك عليك ولا كل الحوارات دي. قبل بس ما نبدأ يا صاحبي اعمل لايك بتاعك الجميل والاشتراك ودعمني كده بكومنت جميل زيك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. هنبتدي بأرخص موبايل وأحسن هاتف في سعر ال 5000 جنيه تقريبا، اللي هو ريلمي سي 51. الموبايل ده من أجمد الهواتف اللي انت ممكن تشتريها بسعر 5000 جنيه. الموبايل بيقدم لك شاشة بحجم 6.7 بوصة بجودة HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. شاشة كويسة جدا في السعر ده، وهتاخد منها أداء كويس مع ال 90 هرتز، فالشاشة هنا الصراحة كويسة في السعر ده. مع معالج يونيسك تايجر تي 612 اللي بيجي او اللي بيعادل يعني معالج ميدياتك هيليو جي 85. معالج الصراحة كويس جدا وهتاخد منه اداء كويس، وهتقدر تشغل عليه العاب وبرامج وتصفح، يعني حاجات متوسطة كده مناسبة على فئة الهاتف. المعالج هنا مناسب على فئة الهاتف. و2 كاميرا خلفية، واحدة 50 ميجا بكسل ودي كويسة في السعر ده، والتانية للعزل. وكاميرا امامية 5 ميجا بكسل. وبطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير. بطارية طبعا كويسة جدا مع شحن سريع بسرعة 33 واط، هو الأسرع في الفئة دي. يعني مفيش موبايل في السعر ده بيقدم لك شحن سريع أسرع من السرعة دي، كله 18 واط، وفي موبايلات في الفئة دي أصلا مش بتقدم شحن سريع. فبص يعني أقدر أقول لك الموبايل ده من أقوى الموبايلات اللي أنت ممكن تشتريها في السعر ده. ولو أنت هتشتري موبايل في فئة ال 5000 جنيه أرشح لك الموبايل ده. الموبايل موجود في مصر نسخة ضمان دولي 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5300 جنيه. وطبعا الموبايل عملنا له مراجعة في القناة، ممكن تشوفها من الاي اللي هتظهر فوق او من اللينكات اللي هتكون تحت الفيديو. نخش على طول على الموبايل اللي بعده من نفس الشركة اللي هي ريلمي. معلش ان انا بكرر موبايلات من نفس الشركة، ولكن الموبايل ده برضو لازم نتكلم عليه. لو انت هتقدر تزود مبلغ بسيط عن السعر بتاع الموبايل اللي فات هقولك اشتري ريلمي سي 53، لانك لو زودت مبلغ بسيط هتاخد شاشة بجودة اعلى ورامات اعلى. بص الموبايل هنا نفس امكانيات الهاتف اللي فات، نفس المعالج اللي هو يونيسك تايجر تي 612 اللي هيجي بأداء كويس زي ما شرحت، ونفس البطارية 5000 ملي أمبير وشحن سريع 33 واط، ودول ممتازين برضو زي ما قلت. ونفس الكاميرات، 2 كاميرا خلفية، الأساسية 50 ميجا بكسل والتانية للعزل، ولكن هنا الكاميرا السيلفي أو الأمامية أفضل 8 ميجا بكسل. وكمان هتاخد شاشة أفضل يعني بجودة أعلى، جودة فول HD بلس مع معدل تحديث 90 هرتز وشاشة 6.74 بوصة. فهنا الشاشة جودتها أعلى من الريلمي سي 51 اللي كانت بجودة HD بلس فقط. يعني هنا هتاخد شاشة حرفيا كويسة جدا في السعر ده. كمان بتاخد رام 6 بدل رام 4 اللي كان في الموبايل اللي فات. يعني من الآخر كده عشان تكون عارف، لو زودت مبلغ بسيط هتاخد شاشة بجودة أعلى ورام زيادة وكاميرا سيلفي أفضل. السعر بتاع ريلمي السي 53 الضمان الدولي في مصر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8500 جنيه، وأرشحهولك بقوة في السعر ده. الموبايل ده برضو عملنا له مراجعة هتشوفها من الاي اللي هتكون فوق او من اللينكات اللي هتكون تحت الفيديو. نخش بقى في سعر اعلى شوية ونتكلم عن سامسونج جالاكسي A24 4G، الوحش بتاع الفئة دي. والهاتف ده حقيقي اقدر اقولك ان هو ممتاز حقيقي في السعر ده. موبايل بشاشة اموليد ومعالج جبار وتثبيت الكتروني في الكاميرا وحاجة خرافية. الموبايل بيجي بشاشة سوبر اموليد حجمها 6.5 بوصة بجودة كويسة فول HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. حرفيا شاشة ممتازة في السعر ده. هتاخد شاشة سوبر اموليد مع معدل تحديث عالي مع جودة كويسة، هيقدمولك تجربة ممتازة. هنيجي بقى للمعالج اللي برضو جبار في السعر ده اللي هو ميدياتك هيليو جي 99 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو. والمعالج ده قوي وكويس جدا على فئة الهاتف.
هتاخد منه اداء كويس سواء بقى في استخدام يومي، تصفح، العاب، برامج. المعالج بشكل كويس جدا مناسب على فئة الهاتف. برضو الكاميرات هنا ممتازة. سامسونج بتقدم لك 3 كاميرات خلفية، واحدة الأولى يعني 50 ميجا بكسل فيها تثبيت بصري، ودي حاجة مش موجودة خالص في الفئة دي، موجودة في هواتف أغلى بكتير من الهاتف ده. والتانية 5 ميجا بكسل الترا وايد، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، والجهاز بيدعم من NFC مع بطارية كويسة 5000 ملي أمبير، وشحن سريع 25 واط. الموبايل ده ارشحهولك في السعر ده، حقيقي جبار يا جدعان. شاشة أموليد مع مميزات كتير، تثبيت بصري. عيب الموبايل بس الوحيد ان شكل الشاشة قديم شوية، النوتش اللي في الشاشة ده مش ناس كتير بتحبه، قديم شوية. لو انت عايز موبايل بيبتدي من 6500 جنيه يبقى تروح على طول للهاتف ده. الجهاز نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، سعرها في مصر الرسمي 6500 جنيه، ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعرها 7300 جنيه، وال 128 جيجا مع 8 جيجا رام ب 7900 جنيه. برضو عملنا له مراجعة، ممكن تشوفها من الاي اللي فوق او من اللينكات اللي تحت. ونتكلم عن اخر موبايل في الفئة دي اللي هو شاومي ريدمي نوت 12 ال4G. الهاتف ده ممتاز في الفئة دي، بس هيناسب ناس معينة مش كل الناس. الموبايل بيجي بأقوى شاشة في السعر ده، ومش هتلاقيها مستحيل في الفئة دي في أي موبايل. شاشة أموليد حجمها 6.67 بوصة، جودة كويسة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز. بتاخد شاشة جبارة في السعر ده، 120 هرتز، شاشة أموليد، جودة كويسة. هيقدموا لك تجربة مش هتاخدها في أي هاتف في السعر ده. لو عايز شاشة ممتازة فالموبايل ده بيقدم شاشة جبارة. ونيجي للمعالج، هنا شاومي بتقدم معالج سناب دراجون 685. وبص هنا في نقطة، المعالج هنا حلو على فئة الهاتف، هتاخد منه أداء كويس ومناسب على فئة الهاتف، استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج. بس الموبايل ده أو المعالج ده هو المعالج ممتاز، بس مش هيكون حلو معاك لو انت بص وحش ألعاب كده، اللي هو عايز موبايل تفحت عليه ألعاب، مش هيكون ده المناسب ليك. ده هشغل ألعاب بس مش مخصص للألعاب، أو مش هيقدم لك الأداء اللي انت عايزه في الألعاب، فاهمني؟ أما بالنسبة لأداء الموبايل، المعالج مش وحش، المعالج هيقدم لك أداء كويس جدا، وهيشغل ألعاب بشكل كويس، وأداء ممتاز متوسط كده. انما بقى لو انت استخدامك ألعاب، اقول لك روح للسامسونج اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، احسن شويه في الالعاب. الهاتف بيجي ب3 كاميرات خلفيه، الاولى 50 ميجا بكسل ودي الاساسيه، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والثالثه 2 ميجا بكسل ودي ماكرو، وكاميرا اماميه 13 ميجا بكسل. بطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط، ودول ممتازين في السعر ده. ولكن في عيب في الموبايل هنا، ان هو للاسف ما بيدعمش، او النسخه اللي نزلت مصر ما بتدعمش NFC. ده يعتبر عيب في السعر ده. بس بص، لو هنتكلم بقى يعني على بعضه كده، الموبايل ده كمجمل كده مناسب وممتاز في الفئة دي، شاشة ومعالج، بطارية، شحن سريع، كل الكلام ده. سعر الهاتف في مصر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 7000 جنيه، نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7500 جنيه، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه. برضو عملنا له مراجعة، ممكن تشوفها من الاي اللي فوق او من اللينكات اللي تحت. من خلال موقع موبيسي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبيسي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. في النهايه انا عرضت لك افضل الهواتف تقريبا من سعر 5000 جنيه لسعر 7000 جنيه او اعلى شويه. شرحت لك مميزات وعيوب كل واحد بشكل كويس. شوف انت هتختار ايه حسب فلوسك والامكانيات اللي انت عايزها والمناسب ليك. الاختيار بيفرق من شخص لتاني حسب حاجات كتير يعني، لكن اقدر اقول لك ان انا قدمت لك افضل 4 هواتف من سعر 5000 جنيه لسعر 7000 جنيه. مستني رايك تحت في التعليقات. لو في هواتف انا ناسيها شايفها انت احسن في الفئه دي ممكن تقول لي عليها. واستنى السلسله الجايه اللي هتكون لافضل من هواتف من سعر 7000 جنيه لسعر 10000 جنيه. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك.